أقام دار شلير للنشر والطباعة حفل توقيع للأعمال الكاملة للكاتب والروائي الكردي من أهالي عمودة حليم يوسف، وذلك في مكتبة شلير بمدينة قامشلو بحضور نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي. تضمن الحفل وقوف دقيقة صمت ولقاء حواري مفتوحا ناقش فيه حليم يوسف تجربته الإبداعية ومسيرته الأدبية، إضافة إلى توقيع كتبه للحضور، وكان عدد أعماله الكاملة 15 كتابا. وقد لاقى الحفل تفاعلا لافتا من الحضور الذي عبر عن تقديره لهذه المبادرات الثقافية ودورها في إغناء المشهد الأدبي. وتأتي هذه النشاطات في إطار سعي دار شلير لدعم الحركة الثقافية والأدبية وتعزيز التواصل بين الكتاب والقراء وخلق فضاءات ثقافية حية في المنطقة. حتى الآن قمت بكتابة وطباعة ونشر 16 كتابا باللغة الكردية، 6 منها روايات و6 أخرى قصص، وأخرى بين مسرحيات ومقابلات ومقالة. وأنا اليوم في دار شلير للنشر، وأتقدم لهم بجزيل الشكر لقيامهم بطباعة 15 كتابا من أعمالي. واليوم سيتم التعريف بهذه الكتب والتوقيع عليها، وهذا محل تقدير وسعادة، لأنه منذ عام 1996 وحتى اليوم كانت أعمالي باللغة الكردية تطبع في شمال كردستان، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طباعة نتاجاتي في قامشلو، وهذا محل فخر أن تطبع أعمالي التي تتحدث عن أرضي وحكايات وطني، فأغلب ما أتحدث عنه في كتاباتي تتمحور على منطقتي وبلغة أهلي وشعبي، لغتنا الأم. وهذا يذكرنا بالمراحل التي كانت فيها ممنوعة علينا ممارسة لغتنا والكتابة والنشر بها، ونرى اليوم أن هذه العوائق تزول. قد أخكرني إيغول جبوما هبون هيدي